بقلميم جرى إطلاق خط جوي يؤمن نقل المعتمرين المتوجهين للديار المقدسة من مطار قلميم إلى مطار الدار البيضاء الدولي. خدمة تعزز خدمات النقل الجوي استحسنها المستفيدون منها من ساكنة جهة قلميم ودنون. الحافظ محضار وجمال الخصاصي. من حاضرة جهة قليميم ودنون صوب الديار المقدسة خط جوي يؤمن رحلات للمعتمرين عبر العاصمة الاقتصادية للمملكة. الخط الجوي تؤمنه إحدى الوكالات الخاصة بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية في إطار جهود تيسير وتجويد خدمات التنقل لفائدة ساكنة هذه الجهة الجنوبية. وكان لأول مرة انطلاقا من مطار قلميم رحلة إلى الديار المقدسة قصد العمرة. هذه كتجي في إطار الخدمات اللي كتقدمها الوكالة من تذاكر ومن فنادق وسياحه. هذه السياحه الدينيه كنعتبروها مكسب لمدينه قلميم لان بهذا المطار وفي شراكه مع الخطوط الملكيه المغربيه. هذه اول رحله انطلاقا من قلميم، نتمنى ان شاء الله انه العمليه تتكرر مرارا وتكرارا بالمساعده ديال الجهات المختصه. المعتمرون جهة قليميم ودنون استحسنوا إطلاق هذا الخط الجوي انطلاقا من حاضرة ودنون والذي سيخفف من أعباء التنقل عنهما. خط يعزز الخدمات المقدمة لمستعملي مطار قليميم الذي يعد من المنشآت الجوية من الجيل الجديد. هذه أول مرة من مدينة قلميم مباشرة الديار المقدسة، يعني شرف وافتخار كبير. يحضرنا الشوق لذاك المكان وخفوا علينا يعني عبء طريق التنقل هنا للقادير وهذا، يعني الله يجزاهم بخير ونتمنى تكرر هذه البادرة. مقاربة ديال تقريب الإدارة أو تقريب الخدمات للمواطن، هذه قيمة مضافة تزداد إن شاء الله لمدينة ساكنة مدينة قلميم والجهة كلها. ومشكورون على الخدمات اللي قدموا لنا سواء على مستوى التأطير ولا على مستوى التنظيم، وهذه تقريبا غتكون بادرة طيبة إن شاء الله. نتمنى تفتح آفاق أخرى. كنقدموا جزيل الشكر للخطوط الملكية والخطوط الجوية على هذه البادرة الأولى من نوعها بالنسبة لجهة قلميم ودنون، واللي في الحقيقة خفت من العبء ديال المعتمرين والحجاج. وهذه بديرة لأنه لولا هي عدد من الناس ما كانش يقدر يعتمر ليكون بعد المكان، ولكن ساهمت ب 80% بالتشجيع ديال الناس. هذا الخط الجوي سينشط حركة التنقل للمعتمرين مرة واحدة كل شهر من قليميم ومرورا عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في انتظار إطلاق خط جوي مباشر مستقبلا. ومن قلميم ينضم إلينا السيد عبد الوهاب الشعباوي مدير مطار قلميم. أهلا بك سيدي. إذا حدثنا عن الأهمية التي أضحى يطلع بها مطار قلميم في تأمين النقل الجوي لساكنة الجهة وخدمات ربما جديدة يوفرها بعد تحديثه. أهلا سيدتي. مرحبا وشكرا للقناة الأولى على الاستضافة. لقد عرفت حركة النقل الجوي بمطار قلميم انتعاشا ملموسا خلال 11 شهر من سنة 2022، حيث تمكنا ولله الحمد من تجاوز مستوى النشاط المسجل خلال سنة 2019 بنسبة 142%. وقد استقبل المطار خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى نهاية شهر نوفمبر 2022 ما يقارب 17,000 مسافر عبر 480 رحلة جوية. وكما شاهدتم خلال الروبورتاج فقد عرف مطار قلميم مغادرة فوج من المعتمرين المتوجهين عبر مطار الدار البيضاء إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة. أما فيما يخص الربط الجوي في مطار قلميم يرتبط حاليا بوجهة دولية واحدة هي لاس بالماس، وبمعدل رحلتين في الأسبوع، ورحلة داخلية يومية
ويتم استقبال المسافرين الوافدين على المطار بتعاون مع مختلف الشركاء المطاريين في أحسن الظروف، حيث يتم تجنيد كل الطاقات والموارد البشرية من أجل ضمان انسيابية مرور المسافرين داخل المطار. نعم. السيد عبد الوهاب الشعباوي مدير مطار على محطة قلميم، جوية. أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا في نشرة الظهيرة.